الوصفه ديال اليوم شباكيه بطريقه سهله، كتجي لذيذه معلكه من الداخل، مقرمشه من على برا، وكتبقى شاربه العسل لمده طويله. خليكم معايا ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. وغنبداو على بركه الله. بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه، كل واحد كيدير الكميه اللي كتناسبو. انا غنخدم بكميه ديال نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرص الخاص بالحلوه، بغيتو ديروا اكثر ما يمكن لكم غير تضاعفوا المقادير. عندي معلقه كبيره يعني مقببه ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه اللي يعني طحنتهم حتى ولاو رقاق وغربلتهم مزيان باش هكذا ما يقطعوش لي الشباكيه ديالي بلا ما نحمرهم. عندي كاس مخلط ما بين زيت نباتيه والزبده مذوبه، عندي كاس لاروب ديال الزنجلان مطحون مزيان، كاس لاروب ديال اللوز اللي حتى هو مطحون مزيان، وطحنوهم حتى يخرج الزيت ديالهم باش هكذا ما يقطعوش لكم الشباكيه ديالكم او العجينه ديالكم. كيف كتشوفوا غادي ناخذ داك الدقيق وغادي نبسبسو مزيان مع المقادير اللي ضفت ليه. الملاحظه اللي ضروري يعني خاصكم تخدموا بها هي اننا خاصنا نغربلوا القرفه والنافع حبه حلاوه مزيان حتى يخرجوا لنا رقاقين، وما نخليهمش يكونوا فيهم دوك الحبيبات اللي كيكونوا غلاظ هكذا كتقطع لنا العجينه وكتعذبنا في التشباك. صافي من بعد ما كنبسبسها كنضيف كاس لاروب ديال الماء زهر فيه زعفران زغبه مع 4 كاس تاع الخل الابيض. بالنسبه للمزهر حاولوا تخدموا بنوعيه جيده باش هكذا تجيكم الشباكيه ديالكم لذيذه وحتى الريحه ديالها تكون رائعه. عند ضفت 4 غرام اللي هي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ودرت داك المزهر مع الخل درتهم فوق النار حتى بداو كيسخنوا ليا، يعني كيفوت يعني ماشي كيدفاو كيسخنوا، ما كنقدروش نقيسهم بيدينا، وهكذا كنجمع العجينه ديالي بسهوله لان هذيك السخونيه ديال المزهر مع الخل كتخلي ديك الزبده ديالي تعاود تذوب. صافي كندمج الخليط ديالي كيف كتشوفوا كنبدا نعجن به بحال هكذا. الا شفتوا خاصني كنضيف واحد 4 كاس ديال المزهر اللي حتى هو كنسخنو. صافي وكنبدا ندلك في العجينه ديالي كيف كتشوفوا نتوما عارفين ملي الشباكيه كتبغي العجينه ديالها تدليك، غير هو ملي كنسخنوا المزهر مع الخل راه كيعاوننا بزاف بزاف وكتجينا سهله. كيف كتشوفوا غادي نقسم العجينه ديالي على 4 وغادي نديرهم في واحد البلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق ونولي معكم. من بعد ما كترتاح لي العجينه ديالي واحد 10 دقائق صافي كنجيب كل كره وكنحاول نطلقها بالدلاك كيف كتشوفوا، يعني الفيديو هو شرح راسو. صافي وكنجمعها بحال اللي كندير واحد المسمنه، يعني كنشكلها على شكل مربع. هاد المرحله هذه مهمه لانها اولا كتسهل علينا الخدمه ديالنا فاش كنكونوا كنشبكوا العجينه، يعني ما كيبقاوش عندنا دوك الزوائد بزاف، وثانيا كتساعد بان الشباكيه ديالنا كتجينا مجعبه من الداخل وكتجينا مورقه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل دوك 4 الكرات كاملين اللي عندي ونولي معكم. من بعد ما كنكمل العجينه ديالي كيف كتشوفوا كنقطعها على شكل مستطيلات اللي كيكونوا طوال اولا مربعات، باش هكذا ملي نطلقها بالدلاك عفوا ونبغي ندوزها في الماكينه ما تعذبنيش وتجيني سهله. غنستمر بنفس الطريقه كيف كتشوفوا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. غادي نردها في بلاستيكه باش هكذا ما تنشفش لي العجينه ديالي، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق او 10 دقائق ونولي معكم. من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي كنجيب يعني المستطيل الاول ديال العجينه وكنحاول نعطيه طول والعرض، كنخدموا بالدلاك كيف كتشوفوا، ومن بعد كندوزو في الماكينه في رقم 6. وإلا ما عندكمش الماكينه تقدروا تخدموا غير بالدلاك بحال هكذا بالدلاك اليدوي. صافي انا هنا غندوزو في رقم 6، يعني الرقم اللي قبل الاخير على حسب كل وحده والاله ديالها كيفاش دايره ولا العجانه ديالها كيفاش دايره. يعني كنطلقوا العجينه ديالنا ما كتكونش رقيقه بزاف باش هكذا ما تحرقش لينا، وما كتكونش غليظه باش ما تجيناش معجنه. من بعد ما كنجيب الجراره وكنقاد ليها الجناب ديالها كنحسب 6 ديال الاشرطه
وكنقطع 1 2 3 4 5 السادس كنقطع 1 2 3 4 5 6 كنقطع. انا كنخدم بهذه ديال 6 لان هي اللي كتجيني سهله. كنحاول نحل هذوك الشرائط وكنطوي كل جوج فوق جوج، وكنشد هذوك الجوانب الاخرين كنزير عليهم وكنقلب العجينه ديالي. غنعاود معكم الطريقه واضحه. كناخذ شباكيه ديالي كنحلهم وكندير جوج فوق جوج، من بعد كنحل داك الوسط وكنزيد الجوانب وكنقلب العجينه ديالي، وهكذا كنحصلوا على واحد الشكل اللي كيكون رائع. نعاود نفس الطريقه، يعني كنطوي جوج فوق جوج فهادوك الطراف الاخرين كنشدهم مع بعضياتهم كنلصقهم وكنقلب العجينه ديالي، وهكذا كنحصل على شباكيه اللي كتكون رائعه. هنا غنعاود معكم بطريقه واحده اخرى. كنحسب 5 والسادس كنقطع، كنحل العجينه ديالي وكنطوي جوج فوق جوج. دوك الجوانب ديال الشريط الاخير كنشدهم مع بعضياتهم كنزير عليهم وكنقلب العجينه فوق يدي وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. صافي كنحاول نضغط عليه من الجناب وكنحيد دوك الجوانب الا كانوا كتار. بالنسبه للحجم ديال الشباكيه يعني كيبقى اختياري، تقدروا ديروهم صغار تقدروا ديروهم كبار. انا هنا درتهم غير صغار. هنا كيف كتشوفوا غادي نحلها وغادي نشد دوك الاطراف الاخرين ديال الشريط الاخير كنقرصهم وكنقلب العجينه فوق يدي، وهكذا كنحصلوا على واحد الشباكيه اللي كتكون زوينه في الشكل ديالها. وبالنسبه لهاد الطريقه تقدروا تخدموا بها حتى ب5 الاشرطه، يعني كديروا جوج فوق جوج وهذاك الاخير يعني كنشدوا الاطراف ديالو وكنخدموا بنفس الطريقه. هنا من بعد ما طلقت واحد العجينه واحد المستطيل واحد اخر ودوزته في الاله، غادي نحيد له داك الجناب ديالو غنقادهم كيف كتشوفوا، وغادي نشكل الشباكيه ديالي. كنحسب 6 5 عفوا والسادس كنقطع. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي واللي قديتها. كنحطها مباشره في وسط الصينيه وكنشكلها وكنخليها بلا ما نغطي عليها بتا شي حاجه حتى كنكمل الكميه ديالي وكندوز باش نقليها. غنخليكم تشاهدوا الفيديو باش هكذا تضبطوا الطريقه ديال التشباك ونولي معكم. هنا من بعد ما كملت الكميه ديال العجينه ديالي كامله كنحط كلشي حدايا، لاني كنخدم بوحدي ما كيعاوني حتى شي واحد، فهكذا كنسهل عليا انا كنجيب كلشي حدايا وكنسخن الزيت ديالي. من بعد كنبدا نحط فيها الشباكيه، النار تكون متوسطه وغير تاخذ داك اللون الذهبي كنحيدها مباشره كنطفيها في العسل وخليوها بلا ما تضغطوا عليها، راه بوحدها غادي تنزل في العسل بديك السخونيه ديالها. واذا ما نزلاتش كناخذ واحد المعلقه بحال هكذا وكنبقاو نسقيوها من الفوق، لان الا بركنا عليها راه غادي تكسر كلها. صافي من بعد كنصفيها كنحطها في واحد الكسكاس وكنزينها بزنجلان اللي كيكون منقي ومحمر. واحد الملاحظه بالنسبه للزنجلان اللي كنطحنوه باش كنضيفوه في العجينه كيكون غير منقي
وما كيكونش محمر، لان اذا حمرناه من بعد ما غنقليو غادي يتحرق لينا وغيعطينا الطعم تاع المرورة. الوصفه ديال اليوم هنا سالات. غادي نقول لكم بحال ديما الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.